صفحة 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. سبب نزول الآية إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحداث وفي بعض الأماكن كان بيأمر صحابته بأشياء، وبعدين يجي الأمر من ربنا سبحانه وتعالى إن هم يتحولوا عن هذا الأمر. مثلا زي الآيات اللي هتيجي في تحويل القبلة، إن ربنا يأمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه يصلي أولا ناحية المسجد الأقصى، وبعدين يأمره إنه يصلي ناحية المسجد الحرام. مثلا زي آيات تحريم الخمر، مثلا زي آيات إن ربنا ممكن يبدل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وتيجي آية تانية ربنا يقول له: يا أيها النبي لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. يجي يسألوا مثلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر وهم متعودين عليها كل يوم، وهي عادة عندهم وبيشربوها بكثرة ومؤتلفين عليها. فربنا يقول له: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وبعدين تاخد الآية مرحلة تانية يقول له: ما تصلوش وانتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وبعدين تيجي مرحلة ثالثة يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فبقوا اليهود والمنافقين والمرجفين في المدينة اللي هم اعداء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واعداء الرساله بقوا يقولوا: هو ليه النبي النهارده يقول لكم اعملوا كده وبكره ما تعملوش كده؟ النهارده لم يتفهموا حقيقه الامر. فربنا سبحانه وتعالى نزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الجواب، قال له: ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها، الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. اتسمى الموضوع ده في علوم القران علم النسخ او باب النسخ في العلم بيرجع لبابين التين. يعني الكتب اللي بتتكلم فيه يا اصول الفقه يا علوم القران. اتسمى علم النسخ، وانكتبت فيه كتب وألفت فيه مؤلفات وكتبوا فيه رسائل، واختلفوا فيه المفسرين والفقهاء اختلاف واسع. نلخص الاختلاف ده للمشاهد والمستمع الكريم في كلمتين اتنين. معنى كلمة النسخ الأول: يعني إيه كلمة نسخ؟ في اللغة العربية كلمة النسخ بتيجي بمعنيين. المعنى الأول وهو النقل والإثبات، إن أنا أنقل حاجة من مكان لمكان وأثبتها. من هنا ربنا سبحانه وتعالى قال: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ يعني إيه؟ يعني ننقل كل حاجة أنتم بتعملوها ونثبتها في كتاب لدى الحق سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال في الكتاب ده: أحصاه الله ونسخه. ده النسخ اللي هو بالمعنى الايه الاول. ومنه بقى لو يقول لك: انا نسخت الكتاب، نسخته يعني نقلته واثبته. عندي منه 10 نسخ، يعني منسوخه على الاصل متاخده منه. فده المعنى الاول للنسخ اللي هو المحو، اللي هو النقل والاثبات. المعنى الثاني للنسخ اللي هو المحو والازاله. المحو والازاله. ومنه العرب يقولهم ايه: نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الاثر. يعني لما الريح قامت الاثر اللي بتاع الرجلين بيبقى في الرمال، فما عادش في اثر للايه للاقدام. يسمى نسخت يعني ايه؟ يعني ازالت. فكلمه النسخ في اللغه العربيه يا تيجي بمعنى النقل والاثبات يا تيجي بمعنى الايه؟ المحو والازاله. هي هنا بمعنى ايه؟ بمعنى المحو والازاله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان اي ايه احنا بننزلها عليك او امر الهي بننزله عليك او تكليف الهي بننزله عليك، المنزل هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده اخر الايه مهم جدا لما قال له: الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. والايه اللي بعدها مهمه جدا لان هي مرتبطه بيها: الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض. فربنا اللي خلقنا عارف ايه اللي ينفعنا في الوقت ده. فاللي ينفعك وانت طفل ما ينفعكش وانت شاب، ما ينفعكش وانت 40 سنه، ما ينفعكش وانت 80 سنه، ما ينفعكش وانت 90 سنه. فما ننسخ كده معناها ان في حكم هيجي بعد كده حكم بالظبط. ينسخ اللي فات، يجي بالضبط بعده حكم ينسخ اللي قبل. بالظبط. فهو النسخ هنا هو ايه؟ ازاله حكم لاحق سابق بحكم لاحق. الحكم اللي جاي النهارده بنسخ الحكم اللي قبل كده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ما ننسخ من آية او ننسها. طيب ادي النسخ، طب ايه ننسها؟ حد يقول لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سنقرئك فلا تنسى. فمعنى النسيان هنا إيه؟ إن ربنا هينسيها لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، النسيان هنا الترك، إن هتترك العمل بيها. وده هتلاقيه برضه في آيات كتير قوي في القرآن الكريم، زي مثلا الوصية للوالدين والأقربين. بعد كده يبقى لا وصية لوارث، لأن ربنا شرع المواريث إن الأب له كذا والابن له كذا والأم ليها كذا والزوجة ليها كذا. فيقوم يتحول الحكم من الوصية للوالدين ان هي تبقى للوالدين بقى اللي هم مش من الاسلام اصلا، اللي هم بره دينك، لان اللي مش من دينك ملوش ايه؟ ملوش ورث فيك. فكأن النسخ دوت حاجة حكم هينسخ اللي قبله،
وننسيها ان حكم كان موجود واتشال خالص، مفيش بالظبط. حاجه جت بالظبط نترك. جت عليه. وبعض بعض القراءات الواردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ننسأها، فما ننسخ من آية أو ننسأها، والنسأ هنا هو التأخير، يعني نؤخر العمل إيه؟ نؤخر العمل بيها لأن في حكم جاي جديد هو اللي هيتعمل بيه. فربنا سبحانه وتعالى قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. طيب بخير منها موافق لأحوال الناس وموافق لطباعهم وموافق لمقتضيات الأمر والنهي. والنسخ دايما عندنا إجماع أنه ما بيبقاش في الأخبار، يعني لما ربنا يجي ينقل لنا تاريخ مثلا عن قوم عاد، عن قوم ثمود، عن اللي كانوا كويسين في الأرض، اللي كانوا وحشين في الأرض، دي الايه دي ما فيهاش نسخ. ليه؟ لأن ده تاريخ. التاريخ ما هو يا صح يا غلط، يا صدق يا كذب، فما ينفعش فيه نسخ. لكن النسخ بيبقى في الأحكام. ليه النسخ في الأحكام؟ اللي بينفع الناس في مكة ربما ما ينفعش الناس في المدينة، اللي بينفع الناس في المدينة احنا النهارده في 2025 اللي ينفعنا في الشرق ما ينفعش اللي في الغرب. احكام كتير جدا بتتغير. عشان كده الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه غير احكام فقهيه من الفقه القديم للفقه الجديد، وبقى يقول اللي ينفع هنا ما ينفعش هنا. والنهارده احنا بنعمل كتب فقه بنسميها فقه الاقليات. اشمعنى هم دول لهم فقه خاص؟ دول لهم فقه خاص في طبيعه الصيام، في طبيعه المعاملات، في طبيعه البنوك، في طبيعه كذا، في الاكل، في الشرب، في الحاجات دي كلها بيبقى ليهم استقلال معين بما يتناسب مع وقتهم ومع زمانهم ومع الاحكام بتتغير مع فالاحكام بتتغير مع تغير الناس وتغير المجتمعات وتتغير. وعشان كده هنلاقي ده بقى واضح جدا في القرآن الكريم، حاجة اسمها قطع الثبوت وقطع الدلالة وظن الثبوت وظن الدلالة. فيما بعد هنلاقي ربنا مثلا اتفق عندنا ان مثلا مفيش صلاة نسخت، مش هنلاقي في حكم في الصلاة نسخ، مش هنلاقي حكم في الزكاة نسخ، مش هنلاقي حكم في الحج نسخ. يعني ربنا قال حجهم وبعدين لا ما تحجوش، ده الحج ده ممكن ينفع. الاركان دي ثابته، الاركان دي ثابته. لكن النسخ دايما بيحصل فين؟ بيبدا الاول لما ربنا يشوف تلقي احوال الناس عشان مساله مثلا. عشان كده بالمثال يتضح المقال. لما نشوف مثلا مساله زي مساله الخمر النهارده، لو في واحد مدمن طبيا ما ينفعش اقول له انت هتقطع عنه مره واحده، لا ده انا لازم بوديه لمصحه او لمستشفى علاج ادمان، وببدا اقول له انت هتبدا تديله الجرعه النهارده بمستوى كذا، وبكره هتقلل الجرعه، وبعده هتقلل الجرعه، لان لو قطعت منه الجرعه مره واحده ممكن يموت نفسه، لان الجسد ادمن الحاجه دي. فعشان يتخلص منها لازما مراحل تدريجيه. كذلك الخمر هي كانت عاده عندهم وعايشين عليها. راحوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقولوا له يعني ايه الخمر؟ احنا بنشرب الخمر، والخمر بتسلب العقل وبتاخد المال، يعني فلوسنا كلها مصروف عليها وفي نفس الوقت بتسلب العقول. فربنا قال لسيدنا النبي، والآيات هتيجي في التفسير، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع. دي أول مرحلة وهنبين تفسير الآية. وبعدين مرحلة تانية بقى الواحد فيهم يروح يصلي وهو سكران، فبقى يهذي، مش عارف هو يهذي يعني بيلخبط، مش عارف هو بيقول ايه. فربنا قال ايه؟ لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. لما تيجي تقول للواحد ايه ما تسكرش قبل الصلاه، فلازما قبل الصلاه بساعه ولا حاجه ما يسكرش. طب الصلاه دي 5 مرات في اليوم، فهيقعد مثلا ساعه قبل الصلاه، يعني هيقعد مثلا بتاع 6-7 ساعات في اليوم ما يسكرش. فقال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فبدأ يشتد عليه في الحكم شوية. قدام شوية بدأ يسحبها منه خالص، قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يبقى أول مرحلة كانت بيبدأ يسحب معلومة يعني فيها حاجة كويسة وحاجات أوحش، وبعدين وإثمهما أكبر من نفعهم. وبعدين ما تصلوش وأنتم سكرانين، فيبدأ يعمل حسابه إن في مدة من الوقت ما دام داخل على فرض ربنا مش هيسكر، فبقى عنده وقت في احترام لعقليته ولذاته ولجسده. وبعدين لما بدأ يبقى عنده الإدراك ده والعقل ده وبدأت تقل شوية من جسمه، قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا فأريقت الخمر في الطرقات، يعني كانوا بقى يدلقوها في إيه؟ في الشوارع. عشان كده ده من أحكام النسخ. مثلا هنشوف من أحكام النسخ مثلا لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين يتحايلوا على سيدنا النبي ويعملوا مشكلة، وربنا ينزل سورة كاملة يدافع عن سيدنا النبي، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، اللي هي سورة الإيه؟ التحريم. اتفقوا على سيدنا النبي أمهات المؤمنين وعملوا رباطية إن هم يزعلوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ ربنا يدي أحكام شديدة في الموضوع. قال له عسى ربه، وكل كلمة عسى في القرآن تحققت. كل كلمة عسى في القرآن ربنا حققها. كل كلمة إيه؟ فيها عسى. عسى يعني رجاء. إلا الآية دي عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا.
فربنا في آية تانية قال لسيدنا النبي قل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، كل واحدة تشوف حالها وتمشي. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالوا له لا، إحنا عايزين ربنا وعايزين سيدنا النبي وعايزين احترام ما أقامنا الله فيه. فأم ناسخ الآية دي بإيه؟ يا أيها النبي لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من إيه؟ من أزواج. مثلا في الحكم، يعني ما يجي ربنا يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلي ناحية المسجد الأقصى، دي سنة، وبعدين يقول له صلي ناحية المسجد الحرام، يبقى القرآن نسخ السنة. عشان كده هيجي في الآيات اللي جاية يقول له سيقول السفهاء من الناس قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الإيه؟ المسجد الحرام. فهنلاقي القرآن هنا نسخ السنة، فهتلاقي النسخ متداول. طيب حد يسألني إيه علة النسخ؟ يعني ليه ربنا جاب النسخ؟ رقم واحد تخفيف على الناس، يعني رقم اتنين تدريج. لأن الله أعلم بحال المكلفين. رقم اتنين. رقم ثلاثة تمحيص لقلوب المؤمنين، لأن المؤمن واللي عنده إيمان، عشان كده احنا قلنا أن القرآن فيه محكم وفيه متشابه. المتشابه دايما منه هو محل فتنة ومحل اختبار، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فيجي يبقى أنا عندي رقم واحد التخفيف، رقم اتنين لأن ربنا أعلم بأحوال المكلفين فعارف إيه يناسب مين وإمتى، رقم ثلاثة علشان ربنا سبحانه وتعالى يمحص المؤمنين الصادقين في اتباع الأمر والنهي. يشوف انت بتتبع كلام ربنا من غير علة ولا عايز معتمد على الدليل، عايز بقى عقلك في معرفة ربنا سبحانه وتعالى. أيوة. عشان كده هنشوف هنا في قال له ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء إيه؟ قدير. طيب احنا لو قلنا خير منها طيب الحكم هيختلف. طيب أو مثلها انت اللي هتختلف، يبقى خير منها الحكم هيختلف نفسه. أيوة. أو مثلها الوقت ده انت هيبقى مناسب ليك تتلقى الحكم ده، فالحكم ده زي اللي قبله بس انت مهيأ له دلوقتي. يبقى انت في مرحلة ممكن تبقى مهيأ لتلقي الحكم وفي مرحلة انت غير مهيأ لتلقي الحكم. أيوة. فلما تبقى مهيأ لتلقي الحكم ربنا يجيبه لك ويكلفك بيه. عشان كده ألم تعلم أن الله على كل شيء إيه؟ قدير. ألم تعلم يعني إيه ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عارف طبيعة الإنسان وطبيعة حياته وطبيعة خلقته، وده يناسبه دلوقتي وده ما يناسبوش. الآية اللي بعدها ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وده ربنا بينقل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا محمد ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقنا هو اللي خلق السماء وهو اللي خلق الأرض ويملك هذه الأنفس ويملك هذه الأرواح ومتحقق بكل تفاصيل كل إنسان. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولي يعني يوليك من دون الله فيدافع وينافح عنك، ونصير يعني يكون سبب في نصرتك يوم العرض على الله. فولي يعني زي محامي أو حد شفيع، واحد يشفع ليك، واحد يدافع عنك، أو واحد لك ولاية. ولا نصير ينصرك. عشان كده احنا دايما نقول إيه؟ الولاية من الله. يعني لما تلاقي حد ربنا سبحانه وتعالى يبقى ربنا يوليه يعني ربنا يتخذ، يعني كل ولي ولايته منين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. فاللي هيوالي يوم ما حد يقولوا ايه انتوا بتشوفوا اولياء وصالحين في الارض كتير، الاولياء والصالحين دول يعني منفردين بالولايه ولا متخذينها من الله سبحانه وتعالى؟ مستمدينها من الله سبحانه وتعالى. فكل ولي ولايته بالله سبحانه وتعالى لا بنفسه. ويوم ما الانسان يظن ان ولايته بنفسه يبقى باب الهلاك. لكن اعتقاد الولي الحقيقي ان يعرف ان ولايته وان اعتقاده من عند ربنا سبحانه وتعالى. وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك ايه محظورا. أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ الخطاب هنا لمين؟ لصحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لهم ولا أنتوا عايزين تبقوا زي اللي قبلكم كانوا في قوم سيدنا موسى لما قالوا أرنا الله جهرة، وقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقالوا عايزين عجلا جسدا له إيه؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. سئل موسى إيه؟ الدليل المادي. فقال لهم ربنا لا يتعبد بالدليل المادي. عشان كده احنا دايما نقول ايه؟ فرق بين المعرفة ونظرية المعرفة. نظرية المعرفة دليل مادي بتطلب الدليل، لكن المعرفة ما يتوصلش إليها إلا بالغيب. عشان كده أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى، يعني قوم موسى سألوه، وسألوا طبعا أسئلة سيدنا موسى واضحة كتير في الحلقات اللي فاتت وفي الصفحات الماضية. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. الكفر اللي هو الإيه؟ اللي هو الجحود
وطلب الدليل المادي على ربنا سبحانه وتعالى بالإيمان اللي هو الغيب. عشان كده احنا دايما نقول الإيمان طريقه إيه؟ طريقه غيب. ايوه والجحود طريقه مادة، أنا عايز أؤمن فأنا هؤمن بكل ما هو محسوس. طب غير محسوس يبقى مش موجود، يبقى أنت كفرت بربنا، لأن ربنا غير محسوس ايوه. ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومن يتبدل الكفر والايمان معناها برضو شويه ان الفطره ان الواحد على الايمان، فانت الأصل جاي بقى تبدل الايمان اللي كان عندك ده الأصل بالكفر. فيك الإيمان. اه فطرة الله التي فطر الناس عليها. أيوة. كلام سيدنا رسول الله: يولد الولد على الفطرة ولكن أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ايوه فأنت بتيجي في مرحلة من المراحل بقى بتبدأ تطلب الدليل المادي، فأنت هنا بتكفر وبتجحد حقيقة الإيمان اللي جواك، فقد ضل سواء السبيل، يعني انحرف عن الطريق الإيه؟ مستقيم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خط طريق كده وقعد يخط يمين وشمال ويمين وشمال، وقام قال ايه؟ ده الصراط المستقيم. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق السبل اللي هي الطرق بقى طرق فتفرق بكم عن سبيله، يعني عن طريق ربنا المستقيم. أيوة. ود كثير من اهل الكتاب، ود يعني تمنى، كثير من اهل الكتاب وده دليل طبعا ان اهل الكتاب فيهم الكويس وفيهم الوحش، بس الاكثر وحش. ربنا بيقول: ود كثير ودايما م. الكثرة في القرآن هتلاقيها مقرونة ان ورا منها قلق شوية، آه. والقلة في القرآن هتلاقيها مقرونة ان ورا منها خير شوية. يعني كل كثرة في القرآن: وإن تطع أكثر في من في الأرض يضلوك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن كان أكثرهم لكافرون م. كل الكثرة هتلاقيها في القرآن ورا منها توتر، لكن القلة برضه هتلاقي ورا منها بركة. عشان كده دايما تلاقي مثلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما آمن معه إلا قليل وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم. فهتلاقي كل توصيف القلة في ورا منه خير وورا منه اطمئنان وورا منه بركة. فربنا بيقول: ود كثير من أهل الكتاب، يعني في مجموعة كبيرة من أهل الكتاب اللي هم اليهود، ويجوز ان هم يكونوا من النصارى، لأن أهل الكتاب تطلق على اليهود وتطلق على الإيه؟ نصارى. على النصارى. لو يردونكم من بعد إيمانكم، أي من بعد إيمانكم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كفارا يعني جحودا وتنكروا النبي وتنكروا القرآن عايزين يردوك الرسالة. للكفر يعني. وربنا سبحانه وتعالى بيبين السبب دون حسدا من عند أنفسهم. ان هم ان ده ليه؟ لان هم كانوا يبتغوا ان النبوه والرساله تبقى في بني اسرائيل، فلما تفاجئوا من ان هي بره بني اسرائيل فعايزين يسلبوا مفهوم النبوه ومفهوم الرساله من اي انسان يؤمن بسيدنا محمد. فهم حسدوا المؤمنين على ايمانهم. بالضبط. كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. من بعد ما تبين لهم الحق. تبين لهم الحق فين؟ في التوراه. وتبين لهم الحق فين؟ في الإنجيل. وتبين لهم الحق في علامات التوراة والإنجيل التي رأوها في سيدنا محمد. فكل العلامات اللي انتم قرأتوها في الكتب السماوية عندكم هي الموجودة في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وتأكد لديكم وتبين لديكم ان ده هو النبي الخاتم الذي بشر به في التوراة وبشر به في الإنجيل وبشر به في الكتب السماوية. من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا. سامحوهم يعني. ايه العفو والصفح؟ الخطاب هنا للمؤمنين. العفو ترك المعاقبة، والصفح ترك المعاتبة. العفو ترك المعاقبة، ما تعاقبوش. والصفح ولا حتى تعاتبه، يبقى العقاب جسدي. أيوه. والعتاب نفسي. فقال لك لا تعاقب ولا تعاتب. العفو والصفح، فقالوا العفو ترك المعاقبة والصفح ترك الايه؟ المعاتبة. قالوا وإن تعفوا من بعد فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ده طبعا ما تشغلش بالك بيهم يعني. هو خطاب راقي الحقيقة للمؤمنين ولكل من هو على المنهج. ليه؟ لأنه هو المفروض هنا الخطاب لأهل الكتاب الحقيقة، لكن احنا طول الطريق كل إنسان بيناوش في الآخر. يعني كل حد عايز يخش ده. طب ده انت فين؟ طب انت ليه؟ طب مع مين؟ طب بتعمل ايه؟ طب ده صح؟ طب ده غلط؟ وكل من هو شاف حد ربنا فتح له باب طريق او باب معرفة وهو مش قادر يدرك الباب ده او يوصل له. ودي طرق من طرق الشيطان على الانسان، انك لما تشوف واحد ربنا هديه او صالح حاله او يحضر مقرأة او يخش المسجد او يعرف ربنا او يتصل بالله سبحانه وتعالى باي سبيل، فيبدأ الشيطان يديك سبل انك تقطع عليه الطريق ده. ولما الشيطان بيديك السبل تقطع عليه الطريق ده، لان في مشكلة جواك، انت مش قادر تدرك النور اللي هو ادركه، ومش قادر تحس بالمعنى الإيماني اللي هو حس بيه، ومش قادر تدخل في الروحانية اللي ربنا ألهمه إياها. فتبدأ بقى تشكك: والله ده الناس دي مش كويسين، ده الناس دي مشركين، ده الناس دي عباد قبور، ده الناس دي عباد أضرحة، ده الناس دي بيعملوا مجالس ذكر ما احناش عارفين وضعها ايه، ده الناس دي مش منتسبين. واحيانا يخش عليك من باب ربنا فيقول لك لا، الناس دي مش ماسكه كلام ربنا صح،
الناس دي مش ماسكة كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صح. بينما الإنسان العاقل اللي هيدرك الحقيقة عنده القرآن وعنده السنة. انت بتعرض اللي انت بتعمله على القرآن والسنة، اللي هتلاقيه موافق للقرآن والسنة امشي عليه، مخالف للقرآن والسنة سيبك منه. فالمنهج عندك واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار للحقيقة ووضح وقال الحلال بين والحرام بين. ومن بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المنهج مش محتاج لخبطة، والتعريف بربنا سبحانه وتعالى وبإرادة ربنا مش محتاجة لخبطة علشان تسمح للشيطان انه يتدخل، او للأنفس او للأهواء ان هي تحجبك عن طريق ربنا او عن منهج النور. فاعرف ان في مشكلة عند الإنسان ده. فعشان كده ربنا قال ايه؟ كفارا يعني جحودا وعنادا. والكفر ده ورا منه ايه؟ حسد، ورا منه حقد، ان هم مش قادرين يدركوا هذا النور. عشان كده ربنا قال للمؤمنين ايه؟ فاعفوا واصفحوا. اعفوا يعني ايه؟ يعني ما تسألش فيهم. يعني احنا دايما نقول كده ملتفت لا يصل. ملتفت يعني ايه ملتفت لا يصل؟ انت ماشي في سكتك، لو كل اللي هينادى عليك هيبص وراك مش هتقف، مش هتتحرك خطوة، هتشغل بالناس، هتلاقي نفسك واقف مكانك. فعشان كده من نظر الى الناس بعين الشريعة مقته. يعني ايه؟ يعني اللي يبص للناس باحكام ربنا مش هيكلم حد ولا يسلم على حد. ليه؟ هتلاقي واحد بيسكر، واحد بيشرب، واحد بياكل حرام، واحد بيعمل معرفة، فمش هتتعامل مع حد خالص. واحد بيحسد، واحد بيحقد، واحد بيسلم عليك وقلبه مليان بلاوي. من نظر الى الناس بعين الشريعة مقتهم، ومن نظر الى الناس بعين الحقيقة عذرهم. عذروا ليه؟ لانه اللي بيحسد ده ليه؟ لانه هو مسكين قلبه مليان ضلمة، فده معذور. واللي بيشرب ده ليه؟ لانه واقع اسير في هوى او شهوة. واللي بيسرق ده ما ليه؟ تعرفش واقع- مش كل واحد. هو مبتلى. ايوه. فانت لازم تعذره في الابتلاء بتاعه. ومن نظر الى الناس بعين خالقهم رحمه. ولما تبص لهم بقى بعين اللي خلقهم اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، طب ما هو شايفهم ربنا من فوق 7 سماوات وهم بيسكروا وبيشربوا وبيرقصوا وبيعملوا. طب ما كان يقدر ربنا يخسف بيهم الارض. طب ما كان ربنا يقدر يهلكهم بعذاب من عنده. لكن ربنا يقول ان تابوا فانا حبيبهم، وان لم يتوبوا فانا طبيبهم. ومن لم يقبل عليه بلطائف الإحسان قيده إليه بسلاسل الامتحان. فيجي مبتلك هنا، عامل لك مشكلة هنا، فبسرعة تفوق تقول إيه؟ ده أنا غلطت مع ربنا، ده أنا قصرت مع ربنا، ده أنا أخطأت مع ربنا. عشان كده ربنا بيقول لك فاعفوا واصفحوا. يعني طول الطريق خلي عندك إيه؟ خلي عندك سلام نفسي ويقين في الله سبحانه وتعالى، وما تزعلش وما تقلقش وما تضطربش وما تلتفتش ما لأي حد تقعدش بيكلمك. تحكم على اللي حواليك يعني. بالظبط. فاعفوا واصفحوا. فالعفو ترك الايه؟ المعاقبه. والصفح ترك الايه؟ المعاتبه. حتى ياتي الله بامره. ان الله ايه امر ربنا سبحانه وتعالى؟ اما ان ياتي الله لهم بطريق الهدايه، واما ان ياتي الله لهم بطريق الهلاك. ما هو يعني هيفضل ربنا يفتح له ويسكت ويصبر ويسكت ويصبر. ورب في النهايه هو اهتدى اهلا وسهلا، بعد عن ربنا وهلك في طريقه، احنا ملناش دعوه بيه. حتى ياتي الله بامره. ان الله على كل شيء ايه؟ قدير. قدير. ودي نقطه مهمه جدا. قدير. ودي نقطه في غايه الخطوره. ممكن تبقى بعيد جدا وتلاقي نفسك في لحظه بقيت قريب، وممكن تبقى قريب جدا وفي لحظه تبقى بعيد. فانت ركز في نفسك وملكش دعوه بحد. ان الله على كل شيء قدير. طب نعمل ايه يا رب علشان نمشي على المنهج دون وما نتوترش ونقلق ونضطرب نفسيا ونبدا نتداخل في احوال الناس؟ قال اعملوا اللي انا امرتكم به، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. اقيم الصلاه اللي هو الحكم والفرض الالهي اللي ربنا امرك به، والصلاه دي تشمل فيها الفرض ويشمل فيها السنه والنوافل. واتوا الزكاه، والزكاه يشتمل فيها الفرض ويشتمل فيها الايه؟ الصدقات. طيب الفرض اللي هو اقيموا الصلاه واتوا الزكاه، طب ما بعد ذلك؟ ما تقدموا لانفسكم من خير. فانت طول ما انت ماشي في الطريق انت بتعمل الاوامر وبتجتنب النواهي، فبتصلي زي ما ربنا امرك، وبتصوم زي ما ربنا امرك، وبتزكي زي ما ربنا امرك، وبتحج زي ما ربنا امرك. وانت في الطريق بقى بتعمل عندك مدارك الاخلاق وعباداتك واورادك وزكواتك وصدقاتك واعمال البر والاحسان والكلمه الطيبه. وما تقدموا لانفسكم من خير. كل اي خير ومن بتسبه مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني أي نقطة نور بتعملها هتلاقيها مجموعة عند الله، عند ربنا سبحانه وتعالى. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. ومقتضى البصير إنه عارف اللي أنت بتعمله ليه بإخلاص، واللي أنت بتعمله وفيه رياء أو في نفاق والعياذ بالله. وقالوا لن يدخل الجنة. طبعا ده برضو باب من أبواب التألي على الله اللي كانوا بيقولوها اليهود والنصارى. لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وده للأسف جزء كبير جدا بيشتمل المجتمع النهاردة، إن كل فرقة تقول لك إحنا الصح، أنصار الكتاب والسنة، معرفش إيه وأسماء يعني
إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. المسلم الحقيقي ليس له وصف إلا الإسلام، وليس له نسبة ينتسب إليها إلا رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتدعي بقى إنك أنت المنهج الحق، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف، وأسماء حتى أسماء بقت مشكلة. إن اسم المسجد نفسه بقول لك إيه؟ مسجد التوحيد. طب والمساجد الفاضلة مساجد إيه؟ يعني كل ما تدي وصف فأنت بتنسب لنفسك. مين قال لك إن أنت التوحيد؟ ومين قال لك إن أنت ناصر الكتاب والسنة؟ ومين قال لك إن أنت حافظ الملة؟ ويقول لك فلان شيخ الإسلام، وفلان شيخ المحدثين، وفلان يعني ما لكم كيف تحكمون؟ النهارده وبقت تهب معلمة، يعني تهب معلبة. كل واحد مش على المنهج ومش على الطريق ومش على الفكرة يلبسه تهمة الخروج عن دائرة الإسلام. فربنا بيقول للأسف يعني، وده جزء مننا احنا كمسلمين مشتركين فيه: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ربنا قال تلك أمانيهم. هم بيتمنوا ده، بس هل عندكم دليل؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالإنسان دايما، بينما المؤمن إن حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو خير من وطئ الثرى قال لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بوسع رحمته. ويجي سيدنا أبو بكر يقول والله ما أمنش لو كانت إحدى قدمي في الجنة. ويجي سيدنا عمر يقول لو نودي يوم القيامة في كل الناس في الجنة إلا واحد لوقع في قلبي أنه عمر. ده الفرق بين المؤمنين وعلى الرغم بين إن هم أهل إيمان، على الرغم إن هم أنفسهم يعني في حالة اضطراب ووجل وخوف دائم من إن هم نفسهم تضحك عليهم. عشان كده التانيين والعياذ بالله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ينسب إلى اليهود أو نصارى ينسب إلى النصارى. ربنا قال لهم تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هل عندكم دليل؟ ربنا قال رد عليهم بلى من أسلم وجهه لله. أسلم يعني انقاد وخضع وذل وانكسر واطمأن لما عند الله سبحانه وتعالى، لأمره ولنهيه ولأنبيائه ولرسله، وعبر بالوجه وأراد به الكل، لأن الوجه ده هو أشرف حاجة في الإنسان. يعني أشرف جزء في الإنسان في بني آدم وشه. من أسلم وجهه يعني كله. خضع جزء، عبر بالجزء وأراد الكل. أسلم وجهه لأن الوجه هو موطن الرؤية والنظر والعقل والسمع والشم والإحساس والتذوق، كل ده في الوش. فربنا بيقول اللي ينقاد بجسمه وبكليته وبقلبه وبروحه لأمر ربنا والنهي والأنبياء والرسل والمنهج ربنا، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وهو محسن يعني على وجه الكمال، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. له أجر يعني الجزاء الكامل، ولا خوف عليه من مستقبله ولا حزن عليه في ماضيه. والحمد لله رب العالمين، والله أعلم بمراده.